ازيكم؟ تعالوا بينا النهارده هنعمل ألذ أطعم شاورما لحمه وكمان بربع كيلو بس، تعمل معاكي كميه حلوه جدا. معاكم اسماء. لو اول مره تشوفيني ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي زر الاشتراك. تعالوا مع بعض هنشوف نعمل العظمه دي ازاي. عندي هنا ربع كيلو من اللحمه متقطعه شرايح، ممكن تخلي الجزار يقطعها لك شرايح. عندنا هنا التوابل، هنحط معلقه صغيره من كل نوع، من البابريكا والفلفل الاسود وبودره البصل، وهنحط كمان معلقه من صغيره من الملح. هنحط كمان عصرة نص ليمونة، وهنقلب طبعا التتبيلة دي كويس. بعد كده هنحط معلقتين كبار من دبس الرمان. دبس الرمان بيديلها مزازة وطعم حلو جدا في الشاورما. بعد كده هنقلبها طبعا كويس، وهنسيبها في التتبيلة لمدة ليلة كاملة او على الاقل لمدة ساعة. هنقلبها كده كويس وهنسيبها، وبعد كده هنعمل باقي الخطوات. كده خلاص طبعا جاهزة معانا. هنسيبها شوية. هنجيب هنا طاسة تسخن كده كويس. اهم حاجة هنحط لها معلقة من الزيت، وبعد كده كانت عندي قطعة من اللية هنقطعها كده بالشكل ده، وهنسيب اللية لحد ما تسيح معانا وتاخد الطعم. بعد كده هنرفعها. اخدنا طبعا الطعم بتاع اللية. بعد كده على طول هننزل باللحمة، تاخد صدمة كده معانا، ما تقلبيهاش قوي كتير في الاول علشان ما تشدش معاكي. هنسيبها كده تاخد صدمة حلوة، وبعد كده هنبتدي هنقلب فيها كده. تمام، هنقلب فيها كده بعد ما اخد الصدمة حلوة. بعد كده عندي هنا بصلتين كبار متقطعين شرايح جوليان بالشكل ده، هنحطهم وهنبتدي هنقلب فيها كويس. بعد كده طبعا هكون مجهزة هنا فلفل الوان. طبعا بعد ما دبل معايا البصل على طول هننزل بالفلفل الالوان متقطع شرايح وفلفل حامي. طبعا الشاورما ظبطنا الملح بتاعها وظبطنا التوابل، مش هنحط اي توابل تانية. تاخد كده صدمة حلوة جدا مع التقليب، وبعد كده طبعا بتبقى خلاص الشاورما جاهزة معانا. كانت ريحتها حلوة جدا. هنقدمها طبعا مع سلطة وسلطة الطحينة، ممكن تعملي جنبها رز، وبجد طعمها روعة جدا. جربوها بنفس الطريقة دي وهتعجبكم قوي. اتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتم. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، وتتابعوني على صفحتي على الفيسبوك، وتتابعوني على التيك توك وواي باسم اسماء ابو الخير. اشوفكم على خير، يلا باي.